السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. اهلا بيكم في قناة سيدة المطبخ. اللي اول مرة يشوفني ما ينساش يعمل متابعة ويخش يشوف الوصفات، ان شاء الله تعجبكم. النهاردة هنعمل شوية دقة بتنجان بأبسط المكونات. انا كان عندي نص كيلو فلفل، نضفته بالشكل ده. هتشيلي الاقماع وهتشيلي الحته البيضه اللي بتبقى جواه وهتحطيه في الخلاط او في الكبه عندك، وهنحط 3 معالق ملح. ما تنسيش تصلي على النبي. هنفرم الكلام ده كويس جدا. وبعدين عندنا كوبايه الا ربع من الخل، كوبايه الشاي الصغننه. وهنبتدي نعبيها في البطرمان بتاعنا. بأكد يا جماعة البطرمان يبقى معقم، اغسليه بمية مغلية وسيبيه، وبعدين يبقى نشفيه بمناديل، وبعدين عبي فيه خلطة البتنجان علشان الخطوة دي بتفرق جدا. وعلى الوش زي ما انت شايفة كده هنحط معلقة زيت، برضو الخطوة دي بتفرق جدا. بلاش نحط توم ونشيل الكلام ده في الفريزر. لما نبقى نطلعها نبقى نحط عليها التوم، ونحط عليها لو عايزه تخرطي عليها طماطم. ايا كان بتعملي دقه البتنجان ازاي، بس هي لحد كده تمام قوي. ودي الكميه اللي طلعت معايا. اتمنى الوصفه تعجبكم، وصفه بسيطه وجميله وعلى قد الايد. وان شاء الله تكتبولي في الكومنتات. ما تنسوش تصلوا على النبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.